أعزائي المشاهدين قناة نبض الحياة، قناة صدى البلد، ننقل لحضراتكم برنامج نبض الشارع. بيتكلم النهارده ان احنا نزلنا نسال الناس عن نهايه العالم، اللي زي ما قالت صاحبه الجيميل ان بكره هي نهايه العالم. حابين ننزل نشوف نبض الشارع ايه. واحنا دلوقتي في منطقه واحنا دلوقتي في منطقه السيوف في اسكندريه. دلوقتي هنمشي ونساله احد الممرين. Excuse me, boss. You have a text message. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللقاء دوت عبارة عن ايه؟ بيتكلم عن نهايه العالم. حتى حاجه اولا عن نهايه العالم. نهاية العالم؟ يا عمي علم الغيب محدش يعرف عنه حاجة. يا عم ماشي في علم الغيب وكل حاجه، بس انت ما سمعتش صحيفه الدين مين اللي قالت ان نهايه العالم بكره؟ انا عايز اسالك بكرة؟ بجد بكرة؟ والله بكره. انت متأكد؟ والله العظيم. يا نهار احوس. لا 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 ده انا على كده. لا ده بس احكي لك حكاية. تمام اسمعني قرب بس الميكروفون. قرب الميكروفون. يا عم ثواني بس هسألك سؤال. طيب بس انا طالع على التلفزيون. طلع على التلفزيون. متأكد؟ دلوقتي اسألك سؤال ينفع تفضل تجاوب عليا؟ طبعا اتفضل. متأكد؟ اتفضل ايه؟ يعني مش والدتك هتشوفك في التلفزيون تفضل تعمل لها كده وباي لا عيب عليك عيب عليك. انت بتحرجني ولا ايه؟ صبرنا يا رب. ماشي هسألك سؤال. اسأل. دلوقتي لو عرفت ان بكره نهاية العالم هتعمل ايه؟ خبر يا حواس بكره نهاية العالم. يعني بكره متأكد؟ بقول بكره بكره نهاية العالم. طيب بص انا احكي لك حكاية تمام؟ بس دلوقتي لا احكي لك دي حكاية. انا ممكن الحكاية دي لو ما اتنفذتش انا ممكن اروح في ده. قول. بص يا سيدي لو نهاية العالم بكره زي ما انت بتقول تمام، انا داخل جمعية هقبضها اخر واحد، فقول لي كده لو الخبر حقيقي اطلع من الجمعية عشان ما ادفعش فلوس على الفاضي. تمام؟ فلوس عيالي واكل عيش ولحم. تمام؟ فانت احنا في العيد وكل سنه وانت طيب. طب هي بكره فعلا يعني ايه بكره؟ هتعمل ايه؟ هجري على ام فوزي ام عبد الله ام اسماعيل عشان اسحب منها الفلوس. ام عمرو ايوه حلو. طب ده بولة محافظ؟ طبعا ده الجمعيه دي فلوس 500 جنيه. طب هتفتكر هتعمل ايه؟ طب لو انت عرفت طبعا بكره هيبقى كل طيب. بكره نهايه العالم. نهايه العالم دي في مصر ولا بره مصر؟ عندك حاجه ده احنا في امه اسلاميه كلها بنتكلم عن الامه الاسلاميه. يعني على الجرد. على الجرد. ما انا ممكن استخبى في البحر. تستخبى في البحر؟ ايوه. انت ما تعرفش برضو ان البحر برضو هيبقى فيه فيضان وبتاع وكل سنه طيب كله هيبقى دكن. احلف والله العظيم. بص انا ابويا وانا صغير جاب لنا شقه في الصعيد. تمام؟ ممكن اروح استخبى هناك. يعني لو الشقه دي ما هتبقى شغل فكره والله. انا اشكرك جدا شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا قابلنا شخص زي ما بيقولوا شخص من الشارع، شخص تافه جدا. سالناه ما رضاش يعمل اي حاجه، يعني جاوب على كل همه الجمعيه وحاجات يعني ما ينفعش تتقال ولا تتحكى. دلوقتي هنشوفوا برضو معانا شخصيات كتيره تانية هنشوفوها، وطبعا هنسالوها هنستجوبوها وهنشوفوا، لان هنشوف الشعب المصري الطيب ازاي هو بيعاني من ايه؟ من تخلف دايما فينا. سبحان الله هو عاده في الشعب المصري ما تعرفش. هنساله احد قاعدين على القهاوي، قهوه ريال مدريد اداره الحاج مهند. نخش. السلام عليكم. السلام لسه عايز فاهم تعرف فين عبد الجبار؟ ايوه انت سعيد الفركش بقى. ايوه يا عم. طب قول لي انت بقى مين اللي سعيد؟ منصور. ايه؟ منصور. معلش ممكن كده منصورة كفالية. لا ما بضحكش عليك. هو ده اللي قاعدين القهوة كفالية. لا والله ما بضحك عليك. بس انا من دبلان. امال انت مين اصلا؟ انا يا سيدي المحرر ابراهيم نور الدين. مين يعني ابراهيم نور الدين؟ يا عم محلل. ايه يعني؟ نازل اللي عايز اعرف عاوز مني ايه؟ عايز اسالك سؤال. اتفضل. ينفع؟ اتفضل. متأكد؟ اتفضل يا عم. هتعرف ايه لو نهاية العالم بكره تعمل ايه؟ بجد؟ هناك شخص تافه يتصل بك. ايوه محمدين. نهاية العالم بكره يا محمدين. والمليون جنيه محمدين في الكهف. هنام في مين؟
رجع يا محمدين، هتكافئ يا محمدين، مليون جنيه. هنعمل ايه بكره؟ ايوه قول لي هنعمل ايه؟ ابعد شويه ابعد شويه. ايوه ايوه خلاص هاي. شكرا، السلام عليكم. ايوه عملت ايه برضه؟ محمدين عمل لك ايه؟ مليون جنيه ايوه عمل ايه بالمليون جنيه؟ هنحفظهم في الجيب تاني عشان ما ربنا ينكسر ناخد المليون جنيه. بجد والله؟ مليون جنيه. انت مش عارف ان نهايه العالم هتيجي في كل حاجه، ان هتلاقي الدنيا دي كلها رماد. طب المليون جنيه دي حوشة عمري. خلاص هيبقى رماد. يا عم بمين؟ خلاص مش هتتمتع بيهم بقى، انت رايح بقى لحاجه اعظم. طب بيهم ايه طب؟ خلاص والله. طب بقى بيهم ولا اعمل ايه؟ عرفت خلاص. تعمل ايه؟ خلاص اشكرك شكرا كتير. لا استنى بس استنى الخبر ده بجد والله. يعني شايفين دلوقتي؟ ايوه احمد اهرب من الشرطه. احمد ما تخافوش يمسكوك، مش يمسكوك يا احمد. بعدين يعيش خلي من عمره حر عشان قتل واحد يدخل السجن. ليه؟ خبطاله ليه قتله؟ والله احنا متعاطف مع احمد والله، بس يعني برنامج وقته قليل جدا، فاشكر حضرتك جدا قصدك ايه؟ استنى بس شويه. ليه ما ينفعش يقتلوه؟ طب دلوقتي عايز مليون جنيه. والله بص بقى، المليون جنيه دي حاجه ترجع لك انت. روح دلوقتي اطمن عليهم في الكهف، روح المنصوره، انت عارف المنصوره، روح لها وشوف هتعمل ايه. انت فين دلوقتي؟ انا فين دلوقتي؟ انا واقف في قهوه مقالات ايه دي؟ صدى بلد. احب اقول للرئيس سيسي، حضرتك يا رئيس لو كنت معيشه صح ما كانش حصلت نهايه العالم. انت كنت معيشه صح كان معايا فلوس، والفلوس دي كانت تسدد في نهايه العالم، ما كانش حصل نهايه العالم. تعوم الجنيه خلى البحر يعوم على الجنيه. اشكر حضرتك شكرا جزيلا، ان شاء الله تروح المنصوره تعوض اشوفها بقى في حته ثانيه تحطها. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. ثواني، ابن عمي هيتجوز بكره. خلاص ماشي. ابن عمي هيتجوز بكره. الشبكه والمهر والعروسه عليا. خلاص متشكرين شكرا جزيلا. شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا برضو ادي تاني شخصيه. اول شخصيه ملهاش اي لازمه في الحياه، تاني شخصيه شخص صعيدي كل همه الفلوس. الشعب المصري دايما كلب فلوس. وهنروح لاحد الممرين وبالتالي معايا متعرض باسم كده. اسم حاجه تاني معلش. فتحي محسن. طب منين يا استاذ فتحي؟ منين؟ اه من الفلح. الفلكي. طب والله كويس، حاجه حلوه والله مش شريف. طب انت عارف انت قاعد على قهوه ايه اول؟ قهوة ايه؟ انت مش عارف اسم القهوه انت قاعد عليه؟ لا. الله اكبر، ده انت جميل قوي. احنا في كافتيريا ريال مدريد، اداره الحاج مهند. ايه ده؟ انا بشجع برشلونة. انت ايه اللي مقعدك؟ ايه اللي مقعدك؟ لا انا همشي بقى. توكل على الله. هلا حبيبتي. نروح لاحد الشخصيات الثالثه. عنا يا رب والله العظيم، الشعب المصري دايما سبحان الله متخلف بطبعه. نروح للشخصيه الثالثه وهي نتعرف عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه انا بقول لك السلام عليكم، انت ترد عليا السلام عليكم السلام اكيد يعني. السلام عليكم. دي تحيه الاسلام، انا بقول لك السلام عليكم ترد عليا عليكم السلام. اسم حضرتك؟ لؤي. اتفرج على الأول. ايوه لؤي ايه؟ لؤي بس. لؤي بس والله كويس. طب استاذ لؤي بس انا ينفع بس احنا من برنامج نبض الشارع عايزين نعمل حاجه بس حوار 5 دقايق ينفع؟ تفتكر لو نهايه العالم بكره تعمل ايه؟ تفتكر لو نهايه العالم بكره تعمل ايه؟ اخش انام ولا واسيب الحكم عليا؟ ده كل محاضر؟ اه هعمل حكم. متأكد؟ اه متأسف اكذب عليك ليه؟ يعني انت ما عندكش حاجه تعملها في الحياه خلاص انت كده بسم الله ما شاء الله يعني ابيض اهو؟ اه. والله العظيم يعني مش عارف اقول لك ايه والله. طب تفتكر مثلا ما عندكش اخوات، ما عندكش اهل يعني تخاف عليهم مثلا، تعمل معاهم اي حاجه ولا اي حاجه خالص؟ يعني هما هيتناقضوا وانا هموت؟ طب ما احنا كلنا هنموت. طيب خلاص هعمل ايه بقى؟ ما انام وخلاص. لا الصراحه انا رده مقنع بسم الله ما شاء الله. شكله تعبان يا لا استاذ. رده مقنع، لا رد مقنع.
اشكرك شكرا جزيلا. العفو. ادينا شفنا شخصيات انا اسف والله العظيم، الواحد احيانا ما بيعرفش يكتم، اصل الشعب المصري وبقول لك متخلف بطبعه بسم الله ما شاء الله يعني. استاذ ده الشخصيه الاخيره شكله نايم خالص يا استاذ. عم مهند في اداره الكافيه، عم مهند يعني مش استاذ عارف- مهند. اشكرهم شكرا جزيلا والله العظيم، يعني خلينا نصوروا حاجه حلوه يعني بسم الله ما شاء الله، مستحمل التخالف دول. نتعرف بحضرتك. نتعرف بحضرتك. اسمي يعني اه اسمي ايه؟ ايوه اسمك. تفاح اسمك ايه؟ تفاح طب تفاهه ايه؟ تفاح انت خلاص تفاهه؟ لا التفاح دي في المرحلة الجاية. يعني انت عندك ستيج 1 وستيج 2، يعني انت عندك المرحله الاولى والمرحله الثانيه. كل جملة تانية. مريض ده شكله يا استاذ. طب اعرف ما تحتوي خالص. طب اقول لك حاضر مين؟ انا ابراهيم نور الدين صحفي جاي نازل لا في برنامج جبت الشارع بصدى البلد، جاي نسال حضرتك سؤال ينفع تجاوب عليه؟ اشمعنى لما تشوف اي حد تاني؟ ده احنا سالنا بسم الله ما شاء الله، مين؟ سالنا الناس كتير انت بس كنت نايم غفله. ثانية بعد انت ماشي؟ تفتكر لما انت العالم بكره هتعمل ايه؟ ثانية فكر سؤال صعب. هتعمل انت فلوس 4 مليون والله والمصحف لا 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 افكر اقول لك ثانية بكرة نهاية العالم. اه احب اقول لك المصدر ولا مش مصدق؟ قول لي المصدر. صحيفه الديلي ميل الامريكيه قالت ان بكره نهايه العالم. تفتكر قلت لي ايه؟ الديلي ميل فين دي يعني؟ دي صحيفه بره من وكاله ناسا، عارف وكاله ناسا بتاعت الفضائيه ولا ما تعرفهاش؟ هم مسافرين دول. ايوه المسافرين، عارفهم؟ ايوه تفتكر بقى المسافرين دول اللي طالعين فوق القمر وقاعدين يا. وبيشربوا كنتالوب، عارف انت؟ مالهم؟ تفتكر لو انت يعني هم الوحيدين اللي هينجوا من نهاية العالم. دولت يابا قاعدين بيشربوا عندهم شمسيه وقاعدين على القمر، عارف يعني انت؟ اقول لك حاجة اشمعنى هم يفضلوا عايشين واحنا نموت؟ شكله عبيط يا استاذ وقت البرنامج. هو الصراحه فعلا بس معلش هنضطر نراعي الظروف برضه. يا عم استنى يا عم انت مش بتسألني. انا بسالك واقف معايا. بسالك والله. مين الحمار اللي بيصور الحمار؟ استاذ ده غلط فيا يا استاذ. معلش حقك عليا، مش بقول لك الشعب المصري متخلف طبعا. قول اقول ايه؟ تفتكر اشمعنى؟ أعزائي المشاهدين قناة نبض الحياة، قناة صدى البلد، ننقل لحضراتكم برنامج نبض الشارع. بيتكلم النهارده ان احنا نزلنا نسأل الناس عن نهاية العالم اللي زي ما قالت صاحبة الديلي ميل ان بكرة هي نهاية العالم، فحابين ننزل نشوف نبض الشارع ايه. واحنا دلوقتي في منطقة في منطقة سيوف في اسكندرية. دلوقتي هنمشي ونسأله أحد الممرين. Excuse me, boss. You have a text message. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقاء. اللقاء دوت عبارة عن ايه؟ بيتكلم
عن نهايه العالم، حتى حاجه عن اولا عن نهايه العالم. نهاية العالم يا عمي علم الغيب محدش يعرف عنه حاجة. يا عم ماشي في علم الغيب وكل حاجه، بس انت ما سمعتش صحيفه الدين مين اللي قالت ان نهايه العالم بكره؟ انا عايز اسالك بكرة بكره بجد بكرة؟ اه والله بكره. انت متأكد؟ والله العظيم يا نهار احواس. لا 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 يا لا عم إيه؟ ده انا على كده لا ده بس احكي لك حكاية. تمام اسمعني ثواني قرب بس بس. الميكروفون قرب الميكروفون. يا عم ثواني بس اكتب. هسالك سؤال طيب بس. انا طالع على التلفزيون. طلع على التلفزيون. متأكد؟ دلوقتي اسالك سؤال ينفع المفضل تجاوب عليه؟ اه طبعا اتفضل. متاكد؟ اتفضل ايه؟ يعني مش والدتك هتشوفك في التلفزيون تفضل تعمل لها كده وباي لا لا عيب عليك عيب عليك. انت بتحرجني ولا ايه؟ صبرنا يا رب. ماشي هسالك سؤال. اسأل. دلوقتي لو عرفت ان بكره نهايه العالم هتعمل ايه؟ خبر يا حواس بكرة نهاية العالم يعني بكرة متأكد؟ بقول بكره بكرة نهاية العالم. طيب بص انا احكي لك حكاية تمام؟ بس دلوقتي لا 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 باختصار. احكي لك دي حكاية. انا ممكن لو انا ممكن الحكاية دي لو ما اتنفذتش شيء انا ممكن اروح في ده. قول. بص يا سيدي لو نهاية العالم بكرة زي ما انت بتقول تمام انا داخل جمعية هكبر